مجموعة من العلماء في جامعة نيوكاسل بإنجلترا نشروا مقالة في ديسمبر 2013 بيجابوا فيها على سؤال Why girls often mature faster than boys؟ ليه البنات بتنضج قبل الرجالة؟ رغم ان احنا عارفين يعني ان الرجالة في الاخر بيبقوا اطول واقوى جسمانيا، ولكن البنات بتنضج الاول. عملوا تجربة بسيطة جدا ان هم جابوا مجموعة من الولاد والبنات في سن من 4 ل 40 سنة، واستخدموا تقنية تصوير للدماغ كده اسمها ال DTI، ودي تقنية رنين مغناطيسي متطورة شوية بيساعدهم ان هم يشوفوا النمو بتاع الالياف البيضاء في الدماغ. وجدوا بقى من نتائج التجربة دي ان المادة البيضاء بتبقى اكثر كفاءة عند البنات في سن مبكر، عند الولاد بتبقى ابطأ وبتاخد مدة اطول على ما توصل للكفاءة العالية بتاعتها. دماغة البنات برضو بتتحول من شكل شبكة محلية لشكل شبكة كاملة اكثر كفاءة على مستوى الدماغ كله بشكل اسرع بكتير من الذكور. اخر يعني تنظيم الشبكات العصبية في دماغ البنت بيصل لمستوى عالي قبل دماغة الولاد، وده اللي بيخلي البنت فترة المراهقة بتبقى اكثر نضجا عاطفيا واجتماعيا وكمان اكاديميا. اخر يعني تلاقيها 15 سنة وجايبة شاب ذكر يافع في 25 من عمره على وشه. افتكر بقى ان النضوج المبكر والخلايا العصبيه اللي على مستوى عالي من الكفاءه عند البنات والحاجات دي كلها هي اللي بتخلي البنات يقدروا ان هم يعملوا اكتر من حاجه في نفس الوقت، يفتكروا حاجات محدش بيفتكرها، يركزوا في تفاصيل مستحيل الراجل يركز فيها. عندك اجابه عن السؤال ده؟ اكتب لي في الكومنتات.